بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي ومرحبا بكم مجددا في قناة كنوز الصحة. اليوم لدينا وصفة مليئة بالطاقة والدفء، وصفة ستأخذكم في رحلة من النكهة الفاخرة والفوائد الصحية العظيمة. إنها الهوت دارك شوكولات بحليب الماعز والتمر، مشروب يعزز النشاط ويحسن الحالة المزاجية ويدعم الخلايا الجذعية بطريقة مذهلة. نبدأ أولا بمزج حليب الماعز مع التمر في الخلاط للحصول على سائل طبيعي محلى بدون أي سكر مضاف. ثم نسكب المزيج في وعاء على النار ونقطع الدارك شوكولات الغنية بمضادات الأكسدة ونضيفها مباشرة فوق الحليب الساخن حتى تذوب تماما. هذه اللحظة التي تندمج فيها الشوكولاتة الداكنة مع التمر تشعرك وكأنك تصنعين جرعة سحرية من الطاقة. بعد أن نحصل على هذا القوام الكريمي اللذيذ نفرغه في كأس التقديم، لكن انتظروا، الإبداع لم ينتهي بعد. سنضيف لمسة ساحرة، جبن طبيعي ممزوج بالموز يعطينا قواما ناعما ومذاقا متناغما، مع رشة من الكاكاو وشرائح من الموز الطازجة لتزيين الكوب. هذا المشروب ليس مجرد متعة للحواس، بل هي هدية حقيقية لجسمك. الدارك شوكولات تعزز الخلايا الجذعية التي تلعب دورا أساسيا في تجديد الأنسجة وتحسين صحة القلب والدماغ، كما أن حليب الماعز سهل الهضم ومليء بالكالسيوم لدعم العظام، بينما التمر يمنحك طاقة طبيعية تدوم طويلا. الآن اسمعوني جيدا، لأن هذه المعلومة وحدها كفيلة بأن تجعلكم تتعلقون بهذه الوصفة للأبد. هل تعلمون أن الاستمرارية في شرب الهوت دارك شوكولات من 3 أسابيع إلى 3 أشهر صباحا ومساء يجعل الخلايا الجذعية تتضاعف مرتين؟ بمعنى آخر، خلايا شعرك ستتجدد، وجلدك سيشرق، وقلبك وكبدك سيشكرانك، وحتى عضلاتك ودمك سيحتفلان بك. جربوا هذه الوصفة اليوم واستمتعوا بمذاق الفاخر والفوائد المذهلة. شاركوني تجربتكم وأخبروني في التعليقات ما هي لمستكم الخاصة التي تضيفونها لهذه التحفة. لا تنسوا دعم القناة بلايك واشتراك، وانتظروني في الوصفة الجديدة قريبا. صحة وعافية، سلام.